وهي أيضا من اليمن، زواج موسمه الصيف، أبطاله سواح عرب، ضحاياه فتيات في مقتبل العمر، والنتيجة امرأة بلا زوج وأطفال بلا أب. الزواج السياحي هو انتشر في اليمن في هذه الأيام بكثرة. الزواج السياحي هو أن يأتي أحيانا رجال من الخليج مش بغرض السياحة اللي هي المناظر والطبيعة، لكن يأتون بغرض الزواج، اللي هو الزواج من أسر فقيرة إلى فتيات قليلة السن أعمارهم ما تكون في حد الزواج أو المناسبة للزواج. الزواج السياحي في اليمن أثر أضرار كثيرة، منها أضرار للأسرة ومنها للفتاة. المجتمع اليمني حاول أن يحارب هذا الظاهرة الفاحشة، فأدى إلى إجراء قوانين تنظم بين الطرفين، لكن وللأسف بعض الأسر على الضغط المادي الفقر يعني بتزوج زواج سري، إنما تكتشف الأسر أنها أخطأت في القرار بعد فوات الأوان. رسالتي لكل خليجي إن بنات اليمن مش هن يعني لعبة، وهن أبعد لكم من عين الشمس. مستحيل أنكم تشوفوا منهم أي شيء بعد الذي شفناه منكم. إذا أتيتم إلى اليمن تأتوا لها زائرين سائحين إلى طبيعتها وأبنيتها، لكن ليس إلى زواج سياحي. تزوجت على أساس أنه زواج عادي، طلع أنه زواج سياحي. أنا فتاة يمنية، تزوجت قبل 4 سنوات، كان عمري 16 سنة. تزوجت من رجل سعودي مسن، جاء عن طريق أحد الجيران، كان باين أنه إنسان ملتزم، دفع مهر كبير. أنا بصراحة انغريت بالمبلغ ووالدي كمان، فتم الزواج. سكننا في شقة مفروشة كان مستأجرها لنا. بعد 3 أسابيع من الزواج كنت ما حصلوش، مش موجود. من ساعتها اختفى تماما لحد الآن، ما فيش ولا له أي حس ولا خبر. كنت ألتمس العذر أنه لربما يعود، ما كنت متخيلة أنه أبدا خداع. بعد مرور سنة من الانتظار أكدت أني فعلا ضحية. مشكلتي الآن الكبيرة أنه أنجبت الطفل عمره 3 سنوات الآن، أنسبه لمن أبوه مش موجود. كل ما أروح يعمل له أطلع له شهادة ميلاد أو إثبات يعني، فين أبوه؟ أنا عارف اسم أبوه صح، بس فين أبوه؟ فين إثبات؟ فين العقد حق الزواج على أساس أثبت إنه هذا الولد له أب؟ حطمني وحطم حياتي. فرصي في الزواج أصبحت تكاد معدومة يعني. أصبحت إنسانة معلقة، لا أنا متزوجة ولا أنا مطلقة. إيش أعمل؟ كيف الحل؟ إيش أسوي؟ ما فيش أي حل. أصبحت عبء على أسرتي عند عودتي لهم. كنت أول لحالي، الآن رجعت أنا وابني. أصبح ابني هو محور اهتمامي في الحياة، وما عاد أفكرش بالزواج تماما لأني تعقدت، وأصبحت أكره الرجال بشكل عام. رسالتي إلى كل رجل خليجي بيفكر في الزواج من الفتيات اليمنيات، إنه لا تحلموش إنكم تحصلوا الشيء هذا ثاني مرة. إحنا وافقنا من أول فيكم على أساس إنه زواجكم بيكون زواج عادي، زواج مسلمين، بس اتضحت ألاعيبكم وخداعكم للمتعة والخداع. اتقوا الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.